وبرنامج حزورة بشدة، وراح نشوف ويانا هالمتسابق اللي دا يلعب ابنه. مرحبا. لا مو تقول لامك، اوكي؟ لا تقول لامك، اوكي؟ مرحبا. مرحبتين اوكفي. راح احكيها مو تقول لماما، ما اشتري لك كاكاو. نعم مرحبا. احنا برنامج حزورة بشدة. ابد لا تحكي لماما. ماش اعطيك 50 دينار، 50,000 احكي. عندنا 3 أسئلة، إذا جاوبت على السؤال الأول راح نعطيك 100 دولار، وإذا جاوبت على السؤال الثاني راح تاخذ 500 دولار، بس في حال إذا ما جاوبت على السؤال الأول راح ترجع لي 100 دولار. والسؤال الأخير راح نعطيك شدة. زين ايش بيها عينك؟ ما اعرف، مرتبك شويه. لا ترتبك. ماشي. طبعا انا اقول له لا تقولي لماما، وانا ما عندي زوجه. احكي ايش قصه حياتي؟ شنو هي قصة حياتك؟ انا منفصل. ايه. بس هذا ابني عندي، وقاعد ادور له على ام. ما عندك ام نص عمر؟ هاي مو مواضيعنا، انا جدا حساسة هسه راح ابكي. جريت حسره. راح ابكي، يعني ما اتحمل اني هاي الامور. كامل مؤثث وهاي، اريد له ام خطير. ننتقل للسؤال الاول. ليش احنا وين كنا؟ احنا بعدنا ما ماخذين. شو وقت انتقلتي؟ شنو اللعبه هي مباشر؟ احكي حبيبي. السؤال الأول يقول: حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول، فما هو؟ حامل مستشفى الولادة؟ حامل ومحمول، نصفه ناشف ونصفه مبلول. ايش قد تعطون على هاي؟ 100 دولار. مو تقول لامك 100 دولار. حامل ومحمول نصف السفينة. إجابتك صحيحة، ربحت ويانا 100 دولار. إلك لو لابنك؟ لا إلي، هذا ابني أنا مربيه. أنت مربيه؟ اي طبعا. والله. ونعم التربية. لا تنسيني، شوفي لي وحدة يعني حتى استقر كافي عاد. رجعتك من الجمعيات الخيرية يعني. السؤال الثاني راح نعطيك به 500 دولار إذا جاوبت، وإذا ما جاوبت رجع لي 100 دولار. إذا أعطيتني 500 دولار حتى ابني أخذي وياك وروحي. أوكي، السؤال الثاني يقول: أعطي مثالا للأشياء التي لا تذوب في الماء. أي الشغلات ما تذوب بالمي؟ ثلج؟ لا ثلج يذوب بالمي. فكر بهدوء. كاكاو؟ سمك. اجابتك صحيحه، مع العلم انت فززتني يعني، وربحت ويانا 500 دولار. 500 دولار بابا. تروح ويا خاله ربحت 500 دولار. تروح؟ ما يروح، هذا ابني انا مربيه يحبني. ما اروح يقول. ما يروح. هاي 500 دولار. 500 دولار. السؤال الثالث بيش؟ بشده. شده حتى بالكهرباء، حتى هذا الشده المهر مالتك شو تقولين؟ مال من؟ مهر مال يعني اللي راح اتزوجها. ها. تفز بسرعه هاي. يقول السؤال الثالث والاخير اللي راح يربحك الشده، واذا ما جاوبت رجع لي 600 دولار اللي اخذتها. اذا انت موظف وساكن ببيت ايجار. انا مو موظف. في حال لو كنت موظف. الله يسمع منك، ولو يعني وظائف شاغره ماكو. كتل على ابو الحلاوه. اوكي، اذا انت موظف وساكن ببيت ايجار وصار راتبك كل 40 يوم، شو تسوي؟ 40 يوم؟ كل 40 يوم. يراد العليم اقعد بالحواسب. ها صح مو صح؟ شو تقعد بالحواسب؟ يعني اقعد بالحواسب. ليش يعني هي اللي هيجي؟ هي اللي هيجي يعني وين اقعد راتب كل 40 يوم؟ يعني شو الشغل مثلا؟ عم كأنك ما راضي. هات فلوسك. شو تجيب هني؟ هات فلوسك. وهذا كذب عليك، هذا مو ابني، هذا ابن اختي. انا ما متزوج. ابن اختي. يلا كات. يلا.